حب متابعة المونديال ليس حكرا على الشعوب، بل على رؤسائهم أيضا أينما كانوا في العالم. الجميع ينتظر هذا الحدث بفارغ الصبر. في مونديال هذا العام يحضر 21 قائدا من القارات الخمس، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون الذي جذبته اللعبة إلى الملعب ذات يوم. سيحضر إلى جانب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مباراة الافتتاح. أمير موناكو ألبير الثاني سيحضر مباراة الأرجنتين والبوسنة في 15 من حزيران. أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فقد تصاب بحمى المونديال كما حصل سابقا أثناء مشاهدتها إحدى مباريات بلادها، ما دفعها إلى القفز من كرسيها. بدوره سيحضر نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن مباراة الولايات المتحدة في مواجهة غانا في 16 من حزيران. أما روسيا حتى وإن لم تتأهل إلى النهائيات، إلا أن سيد الكرملين الرياضي بامتياز فلاديمير بوتين سيكون حاضرا في المباراة النهائية في 13 من تموز، مع العلم أن بلاده ستنظم كأس العالم المقبل لعام 2018. فمن من القادة سيعود إلى بلاده وفي جعبته كأس العالم؟ طبعا بهمة فريقه.